ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل حاجه حلوه مع بعض كده، سهله وبسيطه وطعمها رهيب. اوقات كتير بيبقى الواحد محتاج ياكل حاجه كده مسكره، ما تكونش مكلفه، ما بتاخدش وقت ولا مجهود. النهارده هنعمل مع بعض طاجن البطاطا بطريقه سهله قوي وبسيطه، بس طعمه حكايه. تعالوا نشوف عملناه ازاي. عندي بقى كيلو الا ربع بطاطا، عندي نص كوبايه لبن، معلقه زبده كبيره، 3 معالق سكر. السكر طبعا حسب الرغبة، ممكن نزود سكر عن كده، ممكن نقلل السكر، ممكن نلغي السكر خالص. في ناس بتحب تكتفي بس بان البطاطا مسكرة، مفيش مشكلة. هو 3 معالق سكر بتبقى معتدلة. هبدأ بقى اشغل النار بتاعتي. اول ما يبدأ يبخر معايا على النار عالية، اول ما يبدأ يبخر هوطي عليه واسيبه يستوي براحته. هو تقريبا حوالي ربع ساعة بتكون مستوية كويس جدا. هبدأ بالشوكة بتاعتي بقى ابدأ اهرسها. عندك هاند بلندر مفيش مشكلة، اهرسها كويس جدا. مش عايزه اقول لكم الريحه فظيعه، البطاطا بالسكر بالزبده بقى واللبن، يعني تتاكل كده من غير حاجه. حلوه قوي وسهله وبسيطه وبتدفي في الشتاء قوي. اوقات كتير بنبقى محتاجين حاجه مش مكلفه، يعني بصوا حاجه مسكره كده بدون اي تكلفه. عندي بقى معلقه زبده، هبدا البايركس بتاعي ابدا ادهنه بمعلقه زبده كده، ونبدا ننزل بالبطاطا بتاعتنا. وفي الوقت ده ممكن اكتفي ان انا احط البطاطا وارش عليها سكر بودر من فوق وتبقى كده خلاص، وادخلها الفرن. في ناس بتحب تعملها كده، انا بفضل ان انا احط عليها كريمه، بتديها طعم يعني فظيع، حلو قوي. هبدا بقى افرد البطاطا بتاعتي كلها في البايركس كده بنفس السمك ونفس الارتفاع، ونبدا بقى نحضر الكريمه. عندي بقى لسه مش هشغل البوتاجاز دلوقتي خالص. عندي اللبن، كوبايتين ونص لبن. هحط الاول كوبايتين لبن. عندي 3 معالق نشا، 3 معالق سكر كبار، معلقتين كريم شانتيه، يدي طعم حلو قوي للكريمه. كل ده النار بتاعتي مش شغاله. هبدا بقى اقلبه كويس جدا لحد ما يدوب كله مع اللبن، عشان ما يحصلش اي تكتلات خالص. اول ما خلاص بدا يدوب معايا شغلت البوتاجاز بتاعي. عندي نص كوبايه لبن تاني ضفتها واقلب كويس جدا. عندي رشه فانيليا، مش عايزه اقول لكم الريحه قد ايه حلوه جدا. هقعد اقلب فيه بقى لحد كده ما يبدا يتقل معايا. انا مش عايزاه تقيل خالص، يعني حاجه خفيفه كده. انا بحب الكريمه بتاعته خفيفه، ما بحبش الكريمه تقيله. وكده الكريمه بتاعتي جاهزه. هبدا بقى انزلها على البايركس بتاعي واحده واحده كده افردها. مش عايزه اقول لكم قد ايه سهله وما بتاخدش وقت خالص، وطعمها بجد هيعجبكم جدا. مستنيه طبعا ان انتوا تجربوها وتقولي لي رايكم فيها. بدات بقى اخدها كلها افردها كويس. عندي بقى معلقه زبده بدرجه حراره الغرفه، هبدا بقى ادهنها من على الوش كده، بتديها لون حلو قوي. انا هدخلها الفرن تقريبا حوالي 5 دقايق، تاخد بس لون حلو من فوق، مش اكتر من كده. هي مش محتاجه تستوي، هي مستويه كلها، هتاخد بس لون. الزبده بتديها لون حلو قوي قوي في الفرن. بصوا شكلها حلو قوي وطعمها وريحتها فظاع. يا رب تكون الوصفه عجبتكم. مستنيه طبعا رايكم ومستنيه كومنتاتكم. ما تنسوش طبعا الاشتراك في القناه، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد.